ايه التعليق السخيف ده من مصري يقال عنه عاقل؟ بقى دفاع عن السعودية والحج عشان محتاج رز؟ عيب والله العقلية دي. تصدق بالله انا مش عايز افتح لايف لغاية دلوقتي عشان محدش يقول عشان الفلوس. افتكر في التسعينات في خطة ممنهجة كانت موضوعة في الاعلام سموها حبوب منع الحمل. كل الاعلام ساعتها كان بيروج للفكرة دي. بعدها بفترة كنت بسأل نفسي ازاي الزيادة السكانية هي السبب التخلف في حين ان الصين هي اكتر شعب، فالمفروض تكون أكتر شعب متخلف. ولكن التخلف هو عدم إدارة الموارد والأيدي البشرية. اللي طالع يفكر السعودية بماضيها أو دوريها، ما تبص على خيبتنا يا عم. الإعلام عايز يوديكم في حتة ضلمة زي ما عمل مع الجزائر وزي ما عمل مع السودان. الإعلام مش عايز أخوة، الإعلام عايز المصلحة الدايرة. طب ما كل الناس وقفت مع قطر واللي عملته قطر. ومن أغرب التعليقات اللي شفتها، أصل دول بيدوا الفلوس لكفار. حرام على فكرة، ده تبذير. وحط لي آية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، مع أن المقصود هنا بالسفهاء هم النساء والأطفال. فللأسف ده جهل وعدم علم. إيه المنطق العبيط ده؟ أنا هفضل لغاية إمتى أعمل فيديوهات وأدافع عن السعودية؟ على فكرة أنا مش بدافع عن السعودية بس، والله أنا بدافع عن الحق، ولو الحق في أي بلد وفي أي مكان انا هدافع عنه. نفسنا نرتقي والله. انا اقصى امنيتي ان انا اعيش انسان واكلم ناس تحترم الاخرين. ايه الجهل اللي اصبحنا فيه ده؟ اصل لو هي دي العقول فانا كده تيقنت ان المسيح الدجال لن يعاني معكم. اتركوا السعوديه لاموالها وكفى. هم حاولوا في وقت ما ان هم يطوروا الوضع الرياضي عندك، ولكن للاسف ما فسد كله فلا فائده من اصلاح جزئه.